السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وبسعادة دايما. حلقة النهاردة يا جماعة تكون عن اليوتيوب عامة، عشان انا بتسأل اسئلة كتير جدا في الموضوع ده. مبدئيا كده ده مشروع كويس، ايوه مشروع كويس جدا. وانا النهاردة هديكم كذا نقطة كده هتدخل لكم فلوس كتير، ومحدش هيقول لكم الكلام ده، عشان الناس بجد بتخاف من الحسد. بس انا معرفش ليه يعني في ناس ما بيحبوش ان هم يطلعوا الاسرار. اي اسرار شايفين قنواتهم بتعلى بيها ما بيحبوش يقولوها لحد. بس انا عن نفسي انا ما بحبش الموضوع ده، واي حد ليه رزق يعني ربنا كاتبه له بياخده، محدش بياخد رزق حد. تمام. اول حاجة يا جماعة عايزين نعمل قناة. في ناس كتير جدا هتفهمي منهم، وفي ناس لا، هتختاري اللي انت هتفهمي منه وهتتبعي معاه الخطوات عشان تعملي القناة بتاعتك. تمام. خطوة خطوة هتفتحي اليوتيوب عندك وتبحثي ازاي تعملي قناة، وهتعملي القناة عادي جدا. اختاري اللي انت عايزة تفهمي منه وتعملي القناة. تمام. بس اول حاجة يا جماعة حابة اقول لكم، في قناتين طبعا زي ما انتم عارفين انا بدأت ادعم القنوات الصغيرة. في قناتين يا جماعة ان شاء الله عايزين، بس كل الناس كل يوم هقول اسم قناتين. اول قناة، اي حد يكتب لي في الكومنتات عايز تدعيم لقناته، يا ريت يقول لي، عشان يا ريت كل الناس تعمل كده وتقف جنب بعض. اول قناة يا جماعة معانا كل يوم زهرة مع ام محمد. القناة دي جميلة جدا وهي محتواها جميل جدا. اهي يا جماعة، طريقة سهلة لرسم الحنة، طريقة عمل كيك اسفنجي، كيف اختار تطورات في انفجار بيروت. قناتها محتواها جميل جدا وبتقدم حاجات كويسة جدا، ويا ريت نشجعها يا جماعة لانها لسه 300 مشترك. يا ريت كل الناس تشترك عندها وتروح لها. تمام. دي اول قناة معايا. تاني قناة يا حبايبي معسومة. تمام، نبحث عليها اهيت. برضو قناتها لسه صغيرة، عندها 285 مشترك، ومحتواها كويس جدا ومحتواها جميل جدا. اهي، انا عن نفسي بشوف فيديوهاتها بتعجبني جدا، وفيديوهاتها جميلة جدا. اهي، اسماء اولاد مميزة بمعانيها. تمام. برضو المحتوى بتاعها جميل. يا ريت كلنا نقف جنب القنوات الصغيرة دي، عشان بجد يعني كلنا اي حد قناته كبرت شوية وحقق الشروط، شروط اليوتيوب، يعني يا ريت ما نبخلش على بعض بيها ونقف جنب القنوات دي. تمام. يا ريت تدعموا القناتين دولت وتقفوا جنب منهم. نرجع لموضوعنا بقى حبايبي. اول حاجة عايزين نعمل قناة. عادي جدا اعملي قناة، هاتي في السيرش كيفية انشاء عمل قناة. زي ما قلت لك، في ناس هتفهمي منها ازاي تعملي قناة، وفي ناس لا. اختاري الناس اللي انت هتفهمي منها. طيب، شروط اليوتيوب. اول حاجة يا جماعة 1000 مشترك و4000 ساعة. يعني طول الشرطين دول عشان قناتك تدخل المراجعة لازم تعملي الشرطين دولت عشان قناتك تتراجع وتروح المراجعة. تمام. خلي بالك كمان اليوتيوبر بيركز على الناس اللي عندهم محتوى، يعني ما ينفعش ترفعي مقاطع على التيك توك وتاخديها، او اي برامج او اي حاجة من ديت، لان اليوتيوبر يعني اليوتيوب ما بياخدش من الكلام ده خالص. لازم كل حاجة تكون من تصويرك، وحتى الصورة المصغرة لازم تكوني انتي اللي عاملاها وانتي اللي مصمماها وانتي دي بتاعتك. تمام. حتى لو انتي هتجيبي صورة من على جوجل، الصورة دي يعني بتاعت ناس اكيد، ممكن تاخديها يكون عليها حقوق طبع ونشر فيجيلك من عليها انذار. يا ريت اي حاجة انتي تعمليها تكون محتواكي انتي وتكون حاجة بتاعتك انتي. تمام. اللهم صل على النبي. لازم في ناس بقى يا جماعة بتبدأ القنوات، يعني هم إيه، يعني بيوقفوا قدامهم حاجات ما ينفعش ان هي تقف قدامهم. زي ايه؟ بتقولي مثلا لازم اجيب كاميرات ومايك وامكانيات. مين قالك الكلام ده؟ خليكي واحده واحده، بلاش تصرفي في الحاجات ديت زياده عن اللزوم. لكن ما تروحيش تعملي جمعيه ب 30 او 40 الف جنيه عشان تجيبي المعدات دي. في ناس كتير جدا عملوا الموضوع ده والموضوع ما كملوش فيه. ده غلط. لو شفتي فيديوهاتي انا هتلاقيها بتصوير عادي جدا. انا انضحك عليا وجبت جبت يا جماعة بتاع اللي هو السيلفي ب95 جنيه، وهو اصلا ب25 جنيه. عادي جدا، مالكمش دعوة بالكلام ده طبعا. اي حد يجيب اللي هو السيلفي ب25 جنيه بيتباع عند اي حد ويصور بيه عادي جدا. اليوتيوبر يا جماعة بيكسب بس بعد تعب. اي حاجة في الدنيا لازم تتعبي عشان تعرفي توصلي لها. يعني
لازم تتعبي فيها. يعني الجنة يا جماعة لازم نتعب عشان نوصل لها، لازم نعمل اي حاجة ربنا قال عليها عشان نوصل للجنة. يعني ما بال احنا بقى على وجه الارض، يعني لازم اي حاجة نعملها لازم نتعب فيها. وطبعا قصاد كل ده لازم بيكون في تعليقات سلبية كده جميلة. طنشي انت طبعا كل التعليقات ديت وما تشغليش بالك بيها، وشيليها خالص من دماغك ومسحيها خالص، لان كل ما بتكبري هيجيلك تعليقات سلبية وهيجيلك دسات كتير وناس كتير جدا هتجيبلك تعليقات سلبية. فانت طنشي خالص الكلام ده وما تحطوش خالص في دماغك وما يقفش قدامك. تمام. آه وطبعا ما توقفوش نفسكم في اي حاجة. يعني نعمل حاجة لازم هتعرفي تعمليها ازاي. انت شاطرة مثلا في حاجة معينة، خلاص ابدأي في الموضوع ده. في ناس كتيرة جدا سألتني اسمي اسم القناة ايه مثلا. قلت لها عادي، لو انت مثلا قناتك متنوعة زي كده سميها مثلا باسمك. تمام. بلاش تقلدي حد باسمه. يعني انا شفت قنوات كتيرة قوي مقلدة الاسامي. طب ليه؟ خليكي كده حاجة سبيشال مع نفسك. اعملي لنفسك كارير، يعني خلي نفسك بوزيشن كده معين غير الناس كلها. الحاجات دي لازم تهتمي بيها. يعني ان انت مثلا عامله فيديوهاتك متنوعه، خلاص سمي القناه باسمك انت. تمام. لو انت مثلا عامله قناه مثلا هاند ميد، عامله قناه مثلا للطبخ، خلاص سميها اسم معين لو انت تحبي. لكن لو قناتك متنوعه مثلا زي كده من كل حاجه، سميها باسمك احسن. هيكون احسن لك وهيساعدك في حاجات كتير. تمام. طيب ايه الحاجات اللي انت لازم تهتمي بيها؟ البطاقات وشاشة النهاية والصور المصغرة. الحاجات دي يا جماعة مهمة جدا، لازم نهتم بيها. وانا طبعا هعمل لكم فيديو بيها عشان افهمكم. في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ايه البطاقات وايه الصور المصغرة. انا عاملة فيديو عن الصورة المصغرة، ازاي احط صورة مصغرة. ابحثوا في القناة عندي هتعرفوا توصلوا له. بس هعمل فيديو عن البطاقات وشاشة النهاية. تمام. عشان في ناس ما بتعرفش تعمله. الناس اللي بتاخد الافات مؤلفة، ما تحطيش في دماغك انك هتبقي زي الناس دي اول ما تبتدي القناة. بس بلاش يعني تيأسي في نفس الوقت. الناس اللي بتقول في ناس كتيرة جدا يا جماعة يعني بتقول لي انتي مظلومة في قناتك، وانتي محتواكي جميل ومحتوى كويس، وبتقدمي محتوى كويس. بصوا يا جماعة، اللي ربنا كاتبه واللي ربنا رزقني بيه هيجيلي لغاية عندي. تمام. الرزق عند ربنا، ربنا هو اللي كاتبهولي. يعني انا ما اي حد يقول لي الكلمه ديت انا يعني مش ما فيش بايدي اي حاجه ان انا اعملها. انا بقدم محتوى كويس. تمام. بس دي حاجه بتاعت ربنا. تمام. طيب في ناس بتفكر تعمل مشروع. طيب انا هعمل قناة وتفضلي قاعدة حاطة ايدك على خدك. تمام. يعني في ناس بتفكر في مشاريع كتيرة جدا، وبعد ما تفكري تعملي المشروع خلاص انا هعمل قناة، ده اسهل مشروع. تمام. اعملي مشروع اللي هو القناة عادي جدا، ما فيهوش اي مشكلة. بس بعد ما تعملي القناة ما تفضليش حاطة ايدك على خدك كده وانا مستنية بقى الربح يجيلي من القناة. زي مثلا انت بتعملي مشروع هاند ميد. طيب ايه؟ يعني ممكن توسعي في المجال. اعملي جروب على الفيسبوك، اعملي على الواتساب، اعملي على التليجرام، اعملي صفحة على انستجرام وانشري واستمري. استمري في مجالك ويعني ابدأي اعملي اعلانات عند غيرك في الجروبات، وغيرك يعمل اعلانات عندك. حاولي ان انت توسعي مجالك اكتر من كده. تمام. يعني مثلا انت ممكن لو انت تعرفي قناه قولي لها حبيبتي مثلا حطي لي فيديو عندك وانا احط لك فيديو عندي كده. تبداي ان انت توسعي في المجال بتاعك. لو انت داخله مثلا في جروبات، قولي لها برضو نفس الكلام. ما تفضليش ان انت خلاص عملتي قناه خلاص انا كده وقفت في مكاني ومستنيه بقى الالوفات تجيلي. حتى في ناس يا جماعه بيبداوا ان هم يعملوا فيديوهات. يعني انا مثلا النهارده عملت فيديو، تمام، اقعد عليه لمده اسبوعين 3، خلاص انا كده عملت فيديو في القناه عندي، مستنيه بقى مشاهداته تيجي ولايكاته والفلوس بتاعته تيجي. لا خالص، مين اللي قالك كده؟ اتعبي عشان تلاقي بعد كده. وبلاش يأس بجد. يعني بلاش كلمة يأس دي. عايزة تعملي برامج مونتاج، بس يا ريت قبل التفعيل بلاش اي برامج مونتاج تعمليها. بعد التفعيل ممكن تعملي برامج، في برامج مونتاج كويسة جدا. في برنامج مونتاج اسمه مستر كلين كويس جدا لو انت حابة تعمليه. في برامج يا جماعة بتخلي لو انت مثلا الصورة عندك بتاعة الموبايل، الكاميرا بتاعة الموبايل مش كويسة، في برامج بتخلي الكاميرا ذات نفسها بتديكي فلاش كويس جدا. ابدأي ابحثي عن البرامج دي
ولو انتوا عايزين ان انا اقدم لكم فيديو بيها، حاضر من عينيا هقدم لكم فيديو بيها. بس انا عامله الفيديو ده مخصوص للناس يا جماعه اللي هي بترجع ورا وبتيأس بسرعه. إيه، انا مش حابه اعمل قناه، انا حابه اعمل قناه لكن مش حابه ان انا استمر فيها. انا المشتركين عندي بيطيروا، طب انا ما الفلوس هتجيلي امتى؟ طب انا هحقق الشرطين دول امتى؟ الشرطين دول صعبين، مفيش حاجه بتيجي سهله، مفيش حاجه بتيجي سهله يا جماعه. يا ريت نتعب شويه ونستمر شويه عشان نقدر نحقق الشروط دي ان شاء الله على خير، وكلنا نكون جنب بعض ويد واحدة ونقف جنب بعض. اتمنى ان الفيديو ده ناس كتير جدا تسمعه ويشيروه ناس كتير جدا، لان الفيديو ده ممكن يدي باور لناس كتيرة جدا اتراجعت عن موضوع القناة، وفي ناس كتيرة جدا قفلت القنوات بتاعتهم بسبب ان هم ما عندهمش صبر او ما عندهمش قوة تحمل ان هم يكملوا. واتمنى من كل الناس يقفوا جنب بعض. وعادي جدا لو انت عندك معلومة يا ريت تعرفيها لغيرك، ما فيهاش اي مشكلة خالص، غيرك مش هياخد رزقك ولا انت هتاخدي رزق غيرك. اتمنى ان الفيديو ده بجد تشيروه عند ناس كتير عشان يدي باور لناس كتير زي ما انا ما قلت. وان شاء الله اي حاجة انتوا عايزينها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا تحت امركم في اي حاجة. واي قناة عايزة تدعم ان انا اقول اسمها في الفيديوهات عندي تحت امركم. ومع الف سلامة واشوفكم في الفيديوهات القادمة. واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناتين اللي انا قلتهم، ومع الف سلامة وفي رعاية الله، واشوفكم في الفيديوهات القادمة.